النهارده هنعمل حنه بالطريقه الصح. ناس كتير عاشقه للحنه، مش عشان هي بس بتلون الشعر، عشان كمان بتغذيه وبتساعد على تطويله. النهارده هنعمل الحنه باحسن طريقه. اول حاجه هزود كام عود قرنفل علشان اخلي الميه اللي هعجن فيها الحنه تبقى غنيه شويه بمكونات تغذي الشعر. بعدين انا هحط كام ورقه لورا، كمان معروف اللورا حلو جدا للشعر، بيشيل القشره وبيطلع البيبي هير. كمان اللي عامله الوصفه دي علشان تلون شعرها باللون الاحمر نحط كام ورقه كركديه ناشف علشان يعزز عندنا اللون. انا جبت كمان شاي، الشاي مهم جدا جدا، بيعزز اللون وكمان بيثبته في الشعر. انا جايبه شاي بالقرنفل هفضيه فيها. انا هقلب كل المكونات دي كده مع بعض واسيبهم يغلوا شويه مع بعض عشان اخد فوايد كل الزيوت اللي بتنزل منهم. في بقى تركه صغيره بس بتفرق جدا، حته جنزبيل فريش نبشرها مع الخلطه بتاعتي. عايزه اقولك ان الجنزبيل تحفه للشعر، وان هو كمان معقم طبيعي للشعر. الجنزبيل معقم طبيعي للشعر، وبيخلي برضو بيحفز بصيلات الشعر الصغيره على النمو. فاحنا مش هننسى ابدا فوائد الجنزبيل، وهنزود شويه جنزبيل فريش على الحنه بتاعتي. انا عايزه اقولك دي من احسن طرق للحنه لصبغ اللون، لصبغ شعرك باللون الاحمر. وكمان الفوائد اللي بتاخديها من الاضافات اللي احنا بنحطها على الحنه حقيقي فوائد ما تتعدش. احنا بعد ما طلعناها من على النار هنصفي كل بقى الميه الحلوه اللي فيها كل المكونات المغذيه للشعر جدا دي علشان نحط فيها الحنه بتاعتنا. لونها احمر يجنن من قبل ما نحط الحنه، وتعالوا يلا نزود لها الحنه. معروف ان الحنه طبعا عباره عن اعشاب، وان هي مش بسهوله بتتشطف من على الراس زي الشاي اللي هيبقى برضو متبقي شويه، فالحنه بتبقى صعب شطفها، بس هي مع الشطف المتكرر والغسيل بتطلع، ومع الشعر كمان لما بينشف بتطلع من الشعر. انا بحب ازود لها شويه خل. الخل بيثبت اللون وكمان بيعمل على تعقيم الشعر للناس اللي عندهم قشره وعايزين يشيلوها مع الحنه. انا بقى بما ان الحنه معروف برضو ان هي بتنشف الشعر شويه، انا هزود زيت جرجير. انت ممكن تزودي اي زيت بتحبي تستعمليه، بس زيت الجرجير علشان نكمل الفوائد الكتيره اللي هناخدها من الحنه دي. المكون بقى الجديد السحري اللي محدش كتير يعرفه، اللي انا بعمل حنه من زمان الزمان والناس كلها بتسالني ازاي حلو شعرك كده، الزبادي. الزبادي مع الحنه ده سر من اسراري ومن اسرار الحنه الرهيبه اللي انتوا هتستخدموها دي. الزبادي بيطر الشعر جدا مع الحنه، عشان زي ما قلت لكم الحنه بتنشف الشعر، فالزبادي هيكون مكون رئيسي ما تستغنيش عنه ابدا وانت بتعملي الحنه. الوصفه دي كده لو اعتمدتيها لنفسك ولولادك مره كل شهرين او اقل، انا مش عايزه اقولك شعرك ده هيطول ازاي ويحلو ولونه يبقى غني، ومره على مره هتخلي لونه مفيش حد مش هيسالك انت عامله اللون ده ازاي.